البرنامج برعاية جنون ايطاليان. حاجه جميله. انا بعرف اتكلم انجليزي من كده يا راجل. وي وي اخ واجب. جوفرنو ايطاليانو. جوفرنو ايطاليانو. احنا دلوقتي في باب واحد اللي جنب ديليسيبس. هتخش شمال في يمين من ورا الحديقه، ولا اقول لك استنى 5 كده. دلوقتي المرشده السياحيه بتاعتنا بتاعت بورسعيد اللي عارفه الدنيا كلها هنا، هي هتروحوا كده انتوا معاها كده كفرقه، وبقى قبل ما الناس اللي فوق المركب تنزل يتوكلوا على الله. جرانسيا. ميرسي. يا صباح الفل على اجدع منبوط في بورسعيد. صباح الفل يا استاذه سحر. عامل ايه؟ ازيك النهارده؟ الحمد لله رب العالمين. ايه اخبار السياحه في بلدنا؟ السياحه اهو الحمد لله ماشيه. كل فين وفين لما بتندع وبتيجي مركب البلد ان شاء الله ربنا يفرجها ويجي السواح تاني انا بلد. النهارده جالي شويه خواجات من جميع الملل. ايش هندي، يا سلام على الهنديه حلوه قشطه وخير. هم راحوا على فين؟ شويه اسبان، على شويه هقول لك انا اهو، على شويه اسبان، على بتاع ايطاليا. بتاع ايطاليا سالني على جوفرنو ايطاليانو. انا الكلمه ديت كنت بسمعها زمان. ده بيت عريق وبيت اثري عندنا هنا في بورسعيد، بيت تاريخي. المهم اللي انا دي ايه، ما اعرفش الا حاجه ايطاليا في البلد الا الحته اللي ورا الحديقه دي. برافو عليك. هي ورا. تخش شمال تمام في يمين. برافو صح على كده؟ تمام. في ظهر حديقه التاريخ. انت عارف المبنى الاثري ده اتبنى سنه كام؟ طب انا اقول لك انا على حاجه. قول. هم واقفين هناك اهو، والراجل الايطالي واقف اهو. طب انده لهم. خلينا ناخدهم ونروح عند البيت هناك نسترزق منهم. بس اهم حاجه ما تنسانيش. لا انا معاك يا ميمي. انا بنبوطي. انا معاك. احلى صباح يا استاذ. احلى صباح الفل عليك يا ميمي. هما فين السياح عشان احكي لهم على المبنى العريق اللي عندنا في بورسعيد اللي ورا حديقه التاريخ. المبنى ده انشئ سنه 1935. بنوه عشان الحاكم الايطالي ايام الحرب العالميه الثانيه. فوجئوا بخسارتهم في الحرب العالميه الثانيه ورجعوا بلدهم، فالمبنى ده اخدناه وبقى نصه مكتبه امريكيه ونص التاني سينما رويال. لحد الان المبنى ده فيه الكراسي بتاعت السينما موجوده. والمبنى ده كمان بيتميز ان من بره عليه اللوحه التاريخيه الوحيده في العالم اللي بترمز للفاشيه والحزب الفاشي في ايطاليا. عرفت المبنى ده فين؟ استنونا الحلقه الجايه. فوازيرنا النهارده بتتكلم عن شارع او مكان او شخصيه تاريخيه. اللي يعرف اجابه حلقه النهارده بتتكلم عن ايه بعتها لنا على البيج على الفيسبوك على فنار مصر، وليهم معانا جوائز زي كل سنه. مع تحيات اسره فنار مصر. هذا البرنامج برعاية